نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بات برشلونة مهدد بخسارة شخصية بارزة في مشروع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني. وفقا لصحيفة سبورت، فإن ماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة تلقى عرضا للعمل في أستون فيلا خلال الموسم المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن أستون فيلا عرض على اليماني قيادة مشروع الرياضي الجديد في البريمير ليغا والحصول على راتب كبير. ويرتبط ماتيو اليماني بعقد مع برشلونة حتى عام 2024، ولم يتفق الطرفان بشأن التجديد حتى الآن. أوضحت سبورت أن اليماني هو الذي يقود الميركاتو الصيفي المقبل لبرشلونة، ثم يناقش النادي الكتالوني مستقبله في سبوتيفاي كاب نو بعد ذلك. يذكر أن اليماني من الأشخاص الذين يعتمد عليهم خوان لابورتا في برنامجه الانتخابي لإعادة برشلونة إلى صدارة الكرة العالمية. لم تشفع قيادة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى لقبها الثالث في كأس العالم، فالتهديدات طالته هو وعائلته، ما جعل مدرب فريق طفولته لنادي نيوليز أوليد بويز يعلق على ما حدث وإمكانية عودته للفريق. وتعرض متجر سوبر ماركت تملكه عائلة أنطونيلا زوجة لاعب باريس سان جيرمان لهجوم وإطلاق عيرة نارية وهو مغلق مع ترك رسالة لليو: ميسي نحن في انتظارك، ما اعتبر إشارة لمنعه من العودة لفريق طفولته نيوليز أوليد بويز الذي ترددت مع اقتراب نهاية عقده مع باريس بنهاية الموسم الحالي. رفعت جماهير أوليد بويز لافتة لميسي كتبوا عليها: ليو أنت قلب البلد الذي يحبك، نيوليز معك. أما مدرب الفريق جابريل هانتيس فقد علق على ما حدث: أشعر بالعار قليلا للتحدث عن ميسي، فهو الشخص الوحيد الذي يقرر ما إن كان سيعود أم لا، فلنمنح ميسي كل ما يخص النادي ولا نكذب عليه، لكن القرارات متروكة للجميع، لا أحد مجبر على المجيء. اتركوا ميسي وشأنه، اتركوه يمنحنا البهجة ورأيته سعيدا أينما كان. وكان المدرب قد وصف ما تعرض له متجر عائلة زوجة ميسي بالجنون وبالأمر الخطير الذي قد يبعد أي لاعب عن الانضمام للفريق.